إخوتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في قناتكم ماروك نيوز. هذه الحلقة غادي نشوفوا سلسلة من الانتصارات التي حققها المغرب على الجارة الشرقية من الناحية الدبلوماسية بعدما انتصر هذا على هذا، أي السيد ناصر بوريطة على العمامرة، وبعدما حققه هذا على هذا، أي السيد فوزي القجع على رورورة، وانتصار هذا على هذا في شخص السيد عمر هلال على ممثل الجزائر في الأمم المتحدة. جاء انتصار آخر حيث تم انتخاب المغرب في شخص نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة المضرب عزيز العراف رئيسا لمنطقة شمال إفريقيا، المنطقة الأولى في الاتحاد الإفريقي لكرة المضرب، حيث حصل عزيز العراف الذي كان ينافس الرئيس المنتهية ولايته الجزائري نبيل شرياك على 5 أصوات من أصل 6، وهو ما يعكس الثقة التي تتمتع بها الجامعة الملكية المغربية لكرة المضرب على المستويين الإقليمي والقاري. وللإشارة فإن نبيل شرياك هو رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة المضرب. فهنيئا للدبلوماسية المغربية بهذه الانتصارات المتتالية. سيداتي سادتي، نشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بحول الله.